موقع الفرقان يقدم إذا شيخ أحد الشيخين لديه إجابة. بالنسبة لهذا السؤال، يعني إذا أخذنا فترة الرسول صلى الله عليه وآله، طبعا فترة حكم الرسول هي فترة تأسيسية. الرسول لا شك أنه حاول أن يعني يضع الأسس العدالة، خصوصا عندما قامت الدولة الإسلامية في المدينة المنورة. لكن لا نستطيع القول أن الرسول استطاع أن يطبق كل المفاهيم العدالة، لأن أيضا في ذلك لكن لا نستطيع القول أن الرسول استطاع أن يطبق كل المفاهيم العدالة، لأن أيضا في ذلك لكن لا نستطيع القول أن الرسول استطاع أن يطبق كل المفاهيم العدالة، لأن أيضا في ذاك الزمان يجب أن نلاحظ حاجة مهمة، إن الدولة، مفهوم الدولة ليس بالمعنى الحديث الآن الذي نعرفه. كانت الدولة بالمعنى البسيط، كانت أيضا تعني يعني طبيعة الدولة في ذاك الزمان كانت محدودة وبسيطة، ليس كما هذا العصر. لكن لا شك أن الرسول صلى الله عليه وآله وضع الأسس، وضع القواعد، ومن خلال الأحاديث أيضا. وأنا أشرت هنا في الورقة إلى نص من نصوص التي قالها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حول مبدأ المساواة في الخلقة والإنسان.